السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. علق كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان على خروج فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ. وتعرض النادي الباريسي للخروج من دور ال16 بعدما خسر ذهبا بنتيجة 1-0 وخسر أمس بنتيجة 2-0 ليودع باريس البطولة مبكرا. وكان كيليان مبابي هو اللاعب الذي أراد الجميع الاستماع إليه بعد خروج باريس على يد بايرن ميونخ. ونقلت ماركا تصريحات مبابي عقب المباراة وقال: خيبة أمل أخرى، حتى متى لا أعرف، حتى الآن أتحدث عن هذا الموسم، إنه أهم شيء. وأضاف: لا أهتم بأي شيء آخر، لقد خسرنا أمام فريق رائع والآن لدينا الدوري ونأمل لتحقيقه. وعن مستقبله قال: أنا هادئ جدا، الأهم الآن بالنسبة لي التتويج بالدوري وبعدها سنرى ما سيحدث. وكان النجم الفرنسي قد ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد صيف الماضي قبل أن يقوم اللاعب الشاب بتمديد عقده مع باريس سان جيرمان. وذكرت ليكيب أن عقد كيليان مع ناديه لن ينتهي في صيف 2025 كما أعلن مسبقا، فعقده حتى 2024 وبه بند التمديد سنة إضافية، ويمكن للاعب ألا يختار تفعيل البند والضغط من أجل الرحيل.